السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أنا لسه جاية أهو، والله لسه طالعة وبفطر الطيور. لسه بفطر الطيور، ما عملتش أي حاجة يا دوب إن أنا سبتهم وحط لهم بقى كده قدامهم شوية دقيق. بس يعني بجد اتصدمت صدمة كبيرة والله يا جماعة أوي. حط لهم دقيق أهو، بحط لهم دقيق يا جماعه، ده عشان زياده الكالسيوم. الناس اللي بتسال عن الكساح وعن بتاع الفراخ البيض اللي بيجي بريشت وكده، كل فتره والتانيه يا جماعه بحط لهم دقيق، بحط لهم شويه دقيق كده. طبعا انا بخلطه لهم على القمح والدشيش والكلام ده كله وبياكلوه. طبعا هم بيلقطوا العلف والقمح والحاجات ده وبيسيبوا بقى الدقيق برضه، بس بيرجعوا ياكلوا فيه. بس طبعا وانا طالعه بقى لسه، يعني انا جبت الارنبه دي في المكان ده، هي ما كانتش هنا. شايفين يا جماعه؟ بوريكم كمان، يعني انا مش زعلانه على موت الارنبه ولا زعلانه على انها ماتت. دي طبعا الارنبه الاخيره بقى، اللي كان الاثنين اللي كانوا عندي، كان عندي 4. الاثنين اللي بعتهم قدامكم على القناه، وكان رائد عندي 2 اللي كنت بقول لكم ما اعرفش هم ذكوره ولا اناث. طبعا منهم ولدوا وولادهم لسه صغيرين. ما اعرفش هعرف اجيبهم ولا لا. هي كانت والدهم هنا بس انا مش عارفاهم. اهو شايفين يا جماعه، اهي واحده منهم اهي لسه بتجري، والتانيه ما اعرفش فين. شايفين؟ اهي اللي صعبان عليه يعني بقى الاطفال الصغيرين. هوريكم يا جماعه منظر الذكر، وهاجي اقول لكم بقى التفاصيل كلها عن الارنبه، وهقول لكم ازاي مات. هوريكم بس منظر الذكر، زي ما يكون سبحان الله فعلا واحد ومراته توفت. هوريكم منظر الذكر يصعب والله. انا صعبان عليا الذكر والاطفال الصغيرين. اهو شايفين الذكر من ساعه ما ماتت وهو واخد جنب كده اهو. ده طبعا الذكر انا ما عنديش بقى غيره. شايفين اهو، هيجي جنبها. يعني الصبح انا الصبح لقيته هي ميته وهو واقف جنبها كده، زي ما يكون حزين عليها. طبعا انا ما فيش بقى الذكر ده، ان شاء الله هتخلص منه بكل طريقه وهذبحه. اهي الارنبه الصغيره الثانيه اهي. ما عنديش بقى اللي هي دي الارنبه الصغننه النونه دي، مفيش الا هي. كده كده انا كنت هشتري الارانب الفرنساوي يا جماعه، وهو الذكر بس وخلص على كده، مبقاش عندي اي حاجه تاني. الحمد لله والشكر لله. اهو هقول لكم بقى التفاصيل، وهقول لكم لان انا مش عارفه برضه يعني موتها مفاجئ لي، وهوريكم حاجات حاصله معاها، فانا مش عارفه هو ايه بالظبط اللي هو فيها ده. الحمد لله اولا على كل شيء. اهو انا صبحت لقيتها بقى واخده جنب كده في مكانه، بس ما كانش فيها اي حاجه، انا مأكلاها امبارح. شايفين يا جماعه ده؟ مش عارفه ايه ده، دم كده من ورا. ما اعرفش هو فيه ايه بالظبط، حاجه واكلاها من ورا مش عارفه. المهم ان ده مش موت طبيعي، مش موت طبيعي، لان فرط الدم اهو يعني تكون حاجه واكلاها من ورا، وحاجه واكله المخرج بتاعها. يعني حاجه واكله المخرج بتاعها من ورا، حاجه والله تصعب وتحزن فعلا، حاجه واكلاها. ان هي دي مش موتة طبيعيه اهو. طبعا هي عشر، هي ميته كده عشر، ميته عشر. شايفين يا جماعه؟ حتى عينها، او حتى تحس ان عينها يعني عينها بازقه لبره. شايفين منظر العين؟ يعني انا مش عارفه فيها بالظبط، وهو ايه اللي كلها بالظبط ولا ما اعرفش ايه اللي موتها. شايفين حتى يا جماعه هنا برضو في دم، في تحس ان هو في نزل دم منها من بقها، او حاجه واكلها برضو من هنا. فانا ما اعرفش ايه هو ايه اللي حصل بالظبط، بس الحمد لله يعني. اول ما بشوف الحاجه دي والله على طول بقول الحمد لله. اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، لان انا عارفه ان ربنا طبعا بيعوض، ما بيسيبش اي حاجه. والحمد لله انا ماشيه باسلوب كده على طول، ان انا الحمد لله الحاجه بتموت لي ربنا بيعوضني بعديها. شايفين الذكر يا جماعه هناك جنب العمود؟ شايفين واقف عامل ازاي؟ نفس اللي حصل معايا من فتره في ايام الروميه.
في ايام الروميه، يوم الذكر مات الروميه قعدت اكتر من شهر وهي بالطريقه دي وبالمنظر ده. معرفش بقى هو السبب بقى عشان صاحبتهم متأصلة برضه واتأثر بأي حاجة وما اقدرش افارق أي حد عزيز عليا، فتحس إن طيوري طالعة كده برضه. يعني أنا الحمد لله ما بحبش افارق أي حد وبتصعب عليا، ويعني العشرة ببقى يعني بعمل على العشرة قوي. فالحمد لله والشكر لله على كل حال. طبعا أنا هاخدها دلوقتي أحطها في كيس بلاستيك ولا أحطها في أي حاجة. هي ما عندهاش مرض يا جماعه وما فيش اي حاجه، الحمد لله انا طيور زي الفل زي ما انتم شايفين، ما عنديش اي فيروس ولا عندي اي حاجه. بس هي يعني الارانب السنه دي واخده معايا حقها، واخده معايا حقها. هي حاجه واكلاها اهي زي ما انتم شايفين، حاجه واكلاها من هنا من ورا المنظر اهو. انا يعني بس صعبان عليا ولادها. يعني دي واحده من ضمن ولادها بتدخل العش دخل. شايفين يا جماعه حتى بنتها لسه صغيره، يعني هي راضعه وكل حاجه اهو. هي كبرت وبتقدر تخرج من العش وتاكل، بس لسه برضه صغيره. يعني هم ما بقاليش ما فضلش الا 2 برضه، لان الحمد لله يعني والشكر لله حظي في الارانب مش قوي السنه دي بالذات، لان الارانب كانت دايما ظاهره وباينه، والارانب طبعا انتوا عارفين ان هي ما بتتورثش لحد. فالحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله على كل حال، اللي يجيبه ربنا كله حلو. بس انا هحاول بقى كده. هي كانت صدمة على الصبح، زعلت عليها والله، مش لانها ارنبه وماتت مني وخسرتها، لا انا زعلت على الذكر اهو اللي شايفينه قاعد، وزعلت عليها برضه عشان ولادها برضه اللي هم يعني. الحمد لله طبعا انا احطها في كيس بلاستيك كده واحاول بقى اديها للراجل بتاع الزباله اهو. الحمد لله على كل حال. احاول اديها بقى للراجل بتاع الزباله او احاول ارميها في البحر كده بعيد، عندنا البحر بعيد كده. بسم الله ما شاء الله، يعني وزنها تقيل جدا جدا. شايفين الذكر واللي مقرب مني يجري. بس انما الطيور الحمد لله ما فيهاش اي حاجه، الطيور زي الفل، والطيور ما فيهاش اي حاجه ولا فيروس ولا فيها اي حاجه. وبالنسبه للارانب يا جماعه ما فيش تعب للارانب دلوقتي، لان الارانب دي هي عزها فمحدش يخاف من ان الارانب يجيلها اي حاجه، اي فيروس ولا اي حاجه، لان الارانب الايام دي ما بتتعبش، هي ما بتتعبش الا في الحر بس. فما تخافوش يعني الايام دي بالارانب. والديق حلو جدا للطيور اهو زي ما انتم شايفين، الديق حلو جدا جدا للطيور. حطوه كل فتره والتانيه، حطوه كده قدام الطيور، طبعا بيزود نسبه الكالسيوم عندهم جامد. والناس اللي بتشكي من البيض البرشت ده بيساعد على ان البيضه ما تنزلش برشت. انا باكله برضو للفراخ عشان البيض بتاعه ما ينزلش طري ولا حاجه، ويزود نسبه يعني هو في برضو يعني تحسي برضو ان انا ده ساعات ما بجيبه بحط على ملح كتير عشان الدقيق ما يسوطش ولا يبوظ مني، فبيبقى في ملح برضو. والملح انتوا عارفين طبعا حلو قوي للكالسيوم. بس الحمد لله والشكر لله، واللي يجيب ربنا كله حلو. واللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.